بيبدأ المسلسل بتاعنا وبنشوف 4 أولاد شكلهم حلو جدا، وبنعرف إنهم مش بشر وإنهم متعاقبين إنهم ينزلوا على الأرض يعيشوا مع البشر. وبيكون القائد بتاعهم اسمه تيجو، واللي بيحول المكان اللي هم واقفين فيه المطعم شكله تحفة بعد ما كان مكان مهجور وشكله محتاج توضيب سنين. هو غيره في ثواني، وبنعرف إنهم هيشتغلوا في المطعم ده لحد ما يرجعوا للعالم بتاعهم مرة تانية ويسيبوا كوكب الأرض. وبعدها بنشوف بنوتة صغيرة اسمها سيلي، وبتكون ماشية وبتلاقي ولد شكله جميل وبتمسكه من خدوده، لكن بتطلع سيلي انها بتحلم وانها كبيرة، والشاب الجميل اللي ماسكاه من خدوده ده بيطلع المساعد بتاع جدها. وبتقوم سيلي وبتكون متعصبة جدا وبتقوله بتصحيني من النوم ليه دلوقتي؟ فبيقول لها مساعد جدها ان جدها تعبان جدا واتنقل للمستشفى. طبعا بتقلق سيلي على جدها وبتطلع تجري عشان تروح له المستشفى. وبعد كده بنشوف ال4 أولاد دول بدأوا يشتغلوا في المطعم الجامد بتاعهم، وبنشوف سيلي داخلة عليهم عشان تديهم الحاجات اللي طالبينها، وبيروحوا الشباب عشان يساعدوها وياخدوا منها، وفي واحد منهم بيبص لها وبيعجب بيها وبجمالها. وبعد كده بنشوف تيجو بيظهر وبيسألها انت مين وكده، لكن ما بتردش عليه وبتقوله لما تقول الأول انت مين. وهما بيتكلموا تيجو بيلاحظ ان سيلي لابسة سلسلة من العالم بتاعهم وبيشدها من رقبتها، وبتشك سيلي ان ده الشخص اللي كانت بتحلم بيه. ولما بيسألوها عن السلسلة بترد وبتقول لهم ان السلسلة دي كانت بتاعت جدها بس هي أخدتها منه. وواحد فيهم بيسألها هل جدها ده صاحب المزرعة، لكن هي بترد عليه وبتقوله ان جدها تعبان وفي المستشفى. وبتفتكر ساعتها وهي واقفة انها لما راحت لجدها المستشفى بعد ما سمعت الخبر من المساعد بتاع جدها، لقيت جدها سايب لها السلسلة دي وكمان رسالة، وبنعرف ان الرسالة دي كان مكتوب فيها انها تروح للمطعم بتاعهم وتديهم احسن حاجة في المزرعة، عشان هو كان متعود انه يتبرع للمطعم ده وما ياخدش منهم فلوس على طول. وبعد كده بنرجع لوقتنا الحالي وبنشوف سيلي وهي قاعدة مع تيجو وبتقوله انها هتقدر تديله اي حاجة يطلبها من المزرعة وكمان هتساعده، لكن بنلاحظ ان تيجو بيكون متضايق منها وبيسيبها وبيقوم. وبعد كده بنشوف تيجو بيروح ناحية لوحة، واول ما بيلمسها بايده بقوته الخارقة بيبان شكل جد سيلي وهو في المستشفى، وبيطمن عليه تيجو وبيكون باين انه متضايق عليه جدا. وبعد كده بنشوف سيلي وهي ماشية في المطعم وبتكون متضايقة منهم جدا ومستغربة اشمعنى دول اللي جدها بيختارهم عشان يتبرع لهم من المزرعة، وبتحسهم مش محتاجين للتبرع ده. وبعد كده بتلاقي تيجو في وشها على طول، وبتكتشف سيلي وهي واقفة معاه انه قادر يعرف هي بتفكر في ايه، ولما بتسأله ازاي بيعرف هي بتفكر في ايه بيقول لها انه يقدر يسمع افكار اي حد بسهولة. فبتقول له سيلي انها حلمت بيه اكتر من مرة وظهر لها في الحلم كتير جدا، وبتفضل تقول له انها متأكدة انها شافته كذا مرة في الحلم. وبعد ما بيسكت تيجو لفترة كبيرة بيرد عليها وبيقول لها انهم ما شافوش بعض قبل كده، وهو ولا يعرفها ولا هي تعرفه. فبتضطر سيلي انها تمشي وبتركب عربيتها وبتكون ماشية متعصبة جدا وبتفكر في الموقف، لكن بتكون لسه ما لاحظتش ان ده مش انسان عادي. وبعد كده بنشوف شخص ومراته راكبين عربيتهم وماشيين في الطريق عادي، وبنعرف انهم متخانقين مع بعض ومتخاصمين. وساعتها بتظهر قدامهم سيلي بالعربية وبيكونوا هيعملوا حادثة جامدة جدا، لكن بيظهر سور في النص فجأة بيحمي العربيتين وبيعديهم، والسور بيظهر كأنه شفافين وبيكونوا الاتنين مش شايفين عربيات بعض من السور الشفاف ده. وبتحس سيلي انها كانت بتتخيل وبتحس انها ما كانتش هتخبط في عربية ولا حاجة وان كل دي كانت مجرد خيالات. وبعد كده بنشوف مساعد تيجو بيتكلم مع صاحبه وهم قدامهم الموقف اللي حصل لسيلي، وبنعرف ساعتها انهم استخدموا قوتهم عشان يقدروا ينقذوها وما يحصل لهاش اي حاجة. وبعدها بنشوف الراجل ومراته اللي كانوا هيعملوا الحادثة مع سيلي بيدخلوا المطعم بتاع تيجو وبيقعدوا وبيطلبوا اكل، وفعلا بيعمل لهم تيجو الاكل وبيرش لهم عليه مادة سحرية وبيقدم لهم الاكل. وبعد كده بيبدأ ياكل الراجل الاكل وبيبان على وشه علامات الاستغراب، وبيقول لمراته ان الاكل ده نفس طعم الاكل اللي عملته له من 10 سنين. وبتبدأ بعد كده مراته تدوق الاكل وبتقول له فعلا ده هو بالظبط نفس الاكل اللي كنت بعمله لك من 10 سنين. وبيبص لها الراجل وبيبدأ يبتسم وبيبدأ يصالحها وبيعتذر لها بعد ما كان مزعلها، وفعلا بيصالحوا بعض وعلاقتهم بتتحسن. وبنشوف بعد كده سيلي قاعدة مع المساعد بتاع جدها وبتسأله عن معلومات عن المطعم وبتسأله يعرفه ولا لا، بس مساعد جدها بيستغرب جدا وبيقول لها انه ما يعرفش حاجة عن المطعم ده وما سمعش عنه حتى قبل كده. وبتسيبه سيلي وبتقوم وبتروح تقعد في المكتب وبتفتح اللابتوب بتاعها وبتشوف الطلبات اللي جايه لهم في المزرعة، وبتلاقي ان المطعم بتاع تيجو طالب طلبات كتيرة جدا، وبنشوف انها متضايقة انها هتروح لهم تاني وبتفتكر الموقف بتاع السلسلة اللي حصل مع تيجو وبتقرر انها تروح لهم المرة دي من غير السلسلة، وبتجهز الحاجات اللي هم طالبينها وبتركب عربيتها وبتكون في طريقها للمطعم، بس بتلاقي ان السور الشفاف اللي كان موجود ساعة الحادثة لسه موجود وما كانتش عارفة تمشي، لكن سيلي بتقرر تدخل في السور بسرعة قوية جدا، لكن بعد ما بتعدي السور بيكون مغمى عليها وما بتفتحش عينها غير وهي قدام تيجو
تيجو واصحابه، وبتفوق وبتلاقيهم كلهم باصين لها جامد، وبتقوم مفزوعة جدا ومش فاهمة ايه اللي حصل معاها ولا حتى جت المطعم ازاي بعد ما كان مغمى عليها، وبتسألهم عن اللي حصل معاها وازاي جت لحد هنا. لكن مساعد تيجو بيطمن عليها الأول وبيسألها انت كويسة ولا في حاجة تعباكي، وبترد عليه سيلي وبتقول لها انها كويسة جدا ومش حاسة بأي حاجة خالص وكأن ما حصلش حاجة أصلا. وهي بتتكلم بيلاحظ مساعد تيجو انها مش لابسة السلسلة وبيسألها عن السلسلة وبيقول لها هي فين، لكن بتقول له سيلي انها مش عارفة حطت السلسلة فين بالظبط. وبيجيبوا لها أكل وبيدوها تاكل وبيعجبها جدا، وبتبص لمساعد تيجو وبتسأله ان هو اللي عمل الأكل ده ولا حد تاني. وطبعا مساعد تيجو بيكون معجب بيها جدا وبيكذب عليها وبيقول لها طبعا انا اللي عامله، لكن اول ما بيكذب عليها بنلاقي انه بيهرش في جسمه جامد جدا وبيجيله حساسية بسبب الكذبة اللي كذبها عليها. بعدها بيتقابل سيلي وتيجو وبنشوفه بيقرب منها جامد، وبعدها بيقول لها امشي وبيسيبها وبيمشي وبتستغرب جدا سيلي. وبعد كده بتلاحظ سيلي انه هو مقرب منها كان بيلبسها السلسلة بتاعتها وبتكون مستغربة جدا ومش فاهمة ازاي ده حصل، لكن بتروح تركب عربيتها وبتمشي وما بتحطش في دماغها. وبعد كده بنشوف واحدة ست متعصبة جدا داخلة للمطعم، واول ما بتقعد بتطلب من صديق تيجو يديها اجمل واحسن طبق في المطعم كله، ولما بينزل لها الاكل وهو طبعا مرشوش عليه المادة السحرية، اول ما بتاكل الست بتفتكر امها اللي كانت عايشة معاها وبتساعدها في البيت على طول، واللي كانت بتعمل لها الاكلة دي بالظبط بنفس الطعم من 20 سنة، وكانت بتهتم بيها جدا، لكنها قررت انها تدخلها دار مسنين. وبنرجع مرة تانية للمطعم وبنشوف الست وهي قاعدة بتاكل وبتكون زعلانة جدا على اللي عملته مع امها، وفجأة بترفع وشها وهي بتاكل بتلاقي مامتها قاعدة قدامها وبتسألها هل هي لسه فاكراها ولا نسيتها، ووالدتها بترد عليها وبتقول لها طبعا لسه فاكراكي. ولما بتتأكد ان والدتها لسه فاكراها بتقعد تعيط، وساعتها والدتها بتقول لها انها مش زعلانة منها وبتحاول تخليها تبطل عياط. وبعد كده بتيجي مكالمة لبنتها من دار المسنين، واول ما بترد بتلاقي شخص شغال في دار المسنين ومتصل بيها عشان يقول لها ان امها توفت. طبعا بتكون مش مصدقة وبتحاول تقنعهم انها قاعدة معاها دلوقتي، لكن بتبص وراها ما بتلاقيش حد وبتنهار وبتعرف انها كانت بتتخيل. وبعد كده بنشوف تيجو وبتسأله على امها اللي كانت قاعدة معاها، فبيرد عليها وبيقول لها ان مفيش حد غيرهم كان في المطعم، فبتتعصب جدا الست وبتفتكر كلام امها لما كانت بتحاول تهديها وتقول لها ما تعيطيش تاني، وفعلا ما بتعيطش وبتمشي من المطعم. وبعد كده بنشوف سيلي رايحة المطعم تيجو مرة تانية وبتقول له انها بقت بتشوفه في كتير من احلامها وان الموضوع ده بيتكرر كتير، وبتقول انا عايزك تشرح لي عن نفسك اكتر. بيتعصب تيجو منها جدا وبيكون رايح لها عشان يضربها، لكن المساعد بتاعه بيحاول انه يمنعه، لكن طبعا تيجو بقوته الخارقة بيبعده عنه في ثانية. وبعد كده تيجو بيحط صباعه على وشها وبقوته الخارقة بيخليها ترجع بالزمن لفترة قصيرة. وبنشوف سيلي وهي بتفوق وهي قاعدة في العربية. بعد كده بنشوف شخص جديد داخل للمطعم وبيتكلم مع صديق تيجو وبيقول له عاوز اكل فاخر من الاخر عشان عازم شخص هينقذ حياة بنتي من الموت وعاوز اكل على اعلى مستوى. وفعلا بيدخل الشخص ده وبيسلم على الراجل، وبنعرف ان الشاب اللي هينقذ حياة بنت الراجل ده هينقذها بانه هيتبرع لها بعضو من جسمه عشان تقدر تعيش. وهو واقف الشاب ده بيرجع بالزمن 15 سنة لورا وبيفتكر وهو كان بيسرق اكل من مكان عشان يديه لوالدته، لكن ساعتها بنشوف صاحبة المكان بتمسكه وبتكون عاوزة تضربه، ووقتها بيظهر في المكان ابو البنت اللي هيتبرع لها الشاب ده وبيتوسط له عند صاحب المكان وبيقول عليه ابنه وبيخليها ما تجيش جنبه. وبنشوف انه اشترى له الاكل اللي كان عاوزه، وفعلا اخده الشاب وراح ادى لوالدته، واللي بنشوف انها كانت تعبانه جدا ومحتاجه الاكل فعلا. وبنرجع تاني لوقتنا وبنشوف الشاب قاعد مع الراجل ده وعمال يشكره على الجميل اللي عمله معاه من 15 سنه، وبيقول له ان والدته ماتت بعد ما اكلت الاكل اللي هو اشتراه له ده على طول. وبيقول له كمان انا طبعا اعمل لك اي حاجه عشان ارد الجميل ده حتى لو هتبرع لك بعضو. وبنعرف ان الشاب موافق، وساعتها بيشكره جدا الراجل، وكمان بيعرف منه انه بيتعلم الفتره دي وعنده امتحانات، وبيدعي له يتوفق في حياته، وبيطلب منه الراجل انهم يأجلوا العمليه بتاعه التبرع لحد ما يخلص امتحاناته عشان يقدر يركز في مستقبله. لكن الشاب بيرفض وبيقول انه خلاص اتفق مع المستشفى على ميعاد العمليه، وبيبداوا ياكلوا وبيكون تيجو متابعهم من فوق، وبيتعلم درس ان اللي بيعمل حاجه كويسه بتترد له كده كده مع مرور الوقت. وبعد كده بنشوف تيجو واصدقائه قاعدين بعد ما خلصوا شغل في المطعم وبيبداوا ياكلوا، وبيكون قاعد تيجو سرحان وبيتمنى انهم يخلصوا مده العقوبه دي باسرع وقت ويرجعوا للعالم بتاعهم ده مره تانية. وبنشوف في الوقت ده سيلي في المكتب بتاعها وتعبانه جدا بسبب اللي عملوا معاها تيجو ومسح لها ذكريات من دماغها، وبترجع بعد كده تفتكره تاني وبتحضنه وبتطلب منه يرجع يفتكرها هو كمان مره تانية. لكن بنكتشف ان تيجو شايف كل تفكيرها وبيكون مصدوم جدا وبيتاكد انها فعلا شايفاه قبل كده فعلا. وبعد كده بنشوف بنوته صغيره داخله المكان مع والدها عشان ياكلوا مع بعض، لكن بتتضايق
بتتضايق جدا البنوتة الصغيرة أول ما بتدخل، وبتلاقيه قاعد مع خطيبته الجديدة في المكان عشان بتكون مش عاوزاه يتجوز حد تاني بعد وفاة والدتها. وبعد كده بتبدأ خطيبة والدها تتكلم مع البنت الصغيرة وتقول لها إنها بتحبها جدا هي ومامتها الله يرحمها، وإنها بتتكلم عليها كويس طول الوقت. لكن البنت الصغيرة ما بتصدقش وبتقول لها إنها بتمثل عليها عشان تخليها تحبها بس مش أكتر. وبيتعصب عليها والدها وبيقول لها لازم تحترم الناس وتتكلم معاهم بطريقة أحسن من كده، وبتسيبهم البنت الصغيرة وبتمشي من المكان كله. وتاني يوم بنعرف إن البنت الصغيرة من الزعل مش بتروح البيت، وبيكون والدها قلقان عليها جدا وبيدور عليها في كل مكان. وبنشوف بعدها البنت وهي في المطعم بتاع تيجو، وكمان بنشوف تيجو وهو قاعد بيتكلم معاها وبيقول لها إنهم عارفين أكلها المفضل وهيجهزوه لها دلوقتي. وفعلا الأكل بيجهز، وأول ما بتاكل بتقول لتيجو إن الأكل ده مامتها كانت بتعمله لها قبل ما تموت. وبتكون البنت الصغيرة مبسوطة جدا، وساعتها بتظهر خطيبة والدها وبتقول لها إن هي اللي وقفت وعملت لها الأكل ده كله. لكن البنت بتقول لها مهما تعملي مش هتعرفي تكوني شبه مامتي. لكنها بترد عليها وبتقول لها أنا مش بعمل كل ده عشان أقلد مامتك أو أظهر حبي ليكي، أنا انفصلت عن والدك خلاص عشان ما تكونيش زعلانة. وفي الوقت ده بنلاقي والد البنت داخل عليهم المطعم وبتبوس البنت الصغيرة وبتكون هتمشي من المكان. لكن البنت الصغيرة بتطلب من والدها إنه ما يسيبهاش تمشي ويكملوا حياتهم مع بعض، وإن هي هتكون راضية ومش زعلانة من حاجة. وبنشوفهم كلهم اتجمعوا مع بعض. بعد كده بنشوف سيلي قاعدة في المزرعة، لكن في آخر اليوم وهي في المكتب بتدوخ جامد وكمان بيغمى عليها. وبتشوف وهي مغمى عليها ملامح الشخص اللي بتحلم بيه كويس قوي، وبتتأكد إن هو تيجو. وبعد كده بتصحى بتلاقي نفسها في البيت وبتخرج منه وبتقعد مع نفسها وبتفضل تتكلم مع نفسها. وهي قاعدة بتلاقي جدها جاي يقعد جنبها وبتعرف إنه طلع من المستشفى، وبيقول لها أنا كنت متأكد إنك هتوصلي لكل حاجة. وبيبدأ يشرح لها كل حاجة عن المطعم واللي هي فيه، وبيقول لها إن التيم اللي في المطعم ده كله من عالم تاني ومتعاقبين إنهم يجوا العالم بتاعنا ده. وبيقول لها إن هو كمان كان من العالم ده لكنه تعاقب إنه يكون موجود في كوكب الأرض. وبيقول لها إنه تحول لبشري لما حب جدتها جدا وقرر إنه يتجوزها. وبيقول لها هفهمك دلوقتي، انت بتشوفي تيجو في الحلم عشان انت حفيدتي، فعادي جدا تشوفي أشخاص من العالم الآخر. وكمان إنها اتقابلت هي وتيجو وهي صغيرة وهم بيلعبوا مع بعض، وبنعرف إن هي الوحيدة اللي كانت بتشوفه على أرض الواقع، وفضلت تلعب معاه لسنين طويلة جدا. وكانت أكتر الناس بتستغرب إن سيلي بتلعب مع نفسها، حتى المساعد بتاع جدها كان على طول بيسأل إزاي بتلعب مع نفسها، بس جدها كان فاهم كل حاجة. ومع مرور الوقت بنشوف إن سيلي بتعترف لتيجو بحبها، وبيطلع هو كمان كان بيحبها. وبعد كده بنشوف تيجو بيرجع للعالم بتاعه مرة تانية واختفى، وبقت سيلي بتشوفه في أحلامها بس، وكانت بتتمنى إنه يرجع لها مرة تانية. وبعد كده بنرجع لوقتنا الحالي، وبعد ما بتعرف سيلي إن تيجو حبيبها بتروح له المطعم وبتحضنه وبتقول له إنها اشتقت له، لكن هو بيتعصب عليها وبيعمل نفسه مش فاكرها. وبتحاول تلم الموقف وبتعتذر له وبتقول له إنه شبه حبيبها القديم. وبعد كده بنعرف إن ده بيكون اليوم الأخير لتيجو وأصدقائه في العقاب، وعشان كده بيقعدوا سيلي عشان يقدموا لها آخر أكلة المطعم هيعملها. ولما بتاكل سيلي بتفتكر لما كان تيجو بيأكلها زمان، وساعتها بتقول إنها افتكرت حبيبها القديم واللي خلاص نسيها وما بقاش يحبها. وساعتها تيجو بيكون فاهم إن الكلام عليه لكنه بيعمل فيها عبيط. وبعد مرور أيام بنعرف إنهم رجعوا للعالم بتاعهم، وإن سيلي هي اللي بقت مسؤولة عن المطعم، وأول زبون بيدخل لها بيكون تيجو واللي بيكون اتحول لبشري. وأول ما بتشوفه سيلي بتعرف إنه خلاص قرر إنه يعيش معاها للأبد. وبس كده بيخلص المسلسل بتاعنا يا صديقي.